كومان، بعد ياتي دنجري، وبعد سان بيدرو في المركز الرابع، بينما اسيك في المركز الحامل لقب النسخة الماضية. انتظار اما نادي فيوتشر المصر الصعب، لكن الجماهير الوفيه حاضره هنا في الملعب الدولي بمدينه مراكش. هذه الجماهير مازال متقدم، والوداد في المركز الثالث، بينما انطلاقه من الجبهه اليسرى لفائده الوداد. اسماعيل أوغونس كان قريب من التسجيل. حقيقة نشوف بأنه يلعب أفضل في الجهة اليسرى، لكن اليوم التوظيف على غير العادة يا فوزي البنزرتي في الجهة اليمنى. لكن شوف هنا اللحظة اللي تحول فيها اسماعيل موس تلعب الجانبية عن طريق لعب كباكري خطأ، فيها جول. النصر الودادية في اللحظة بعد غلطة فادحة في وسط ميدان فريق لاصقة. هذه الإعادة مرة أخرى، غلطة كبيرة. منتصر يخطف كرة وشباك لاصق. هذا يلو عليك يا يلو. شوف الإعادة الأسبقية لمنتصر والكرة هذه. طبعا كثيرون يتساءلون إذا تساوى الوداد مع نادي السيمبا على مستوى النقاط فالأفضلية بكل تأكيد في ديران إفريقيا. تمشي كرة هنا، يحيى جبران وصلت الى سيف الدين بوارا، ممكن الثانية التسديده والكره ليلتنا. هنا الاعاده مجددا، الخطوره من ايوب العملود والتصدي لحارس المرمى. يلو نعم يلو. منافسات دوري ابطال افريقيا. شوف رده فعل فوزي بنزرتي على اللاعبين. سيواجه نادي اتحاد توارقه، ومن ثم مراقبه نادي اتحاد طنجة، بينما كره تسديده ومفتاح بعد ذلك يتصل هذه الاعاده. طبعا تفكير في المباريات عن الانتصار، لانه يبدو لي بان هناك نوع من التراجع لعناصر نادي الوداد، وتقدم واضح لاسيك ميموزا بحثا عن هدف التعادل. هنا العرضيه، ولكن الكره بعيده تماما، توصل لسيف الدين بوارا. سيف الدين ماذا سيفعل سيف الدين؟ مره لاسماعيل الحداد محاوله الانسلال، ولكن الكره مع بوارا مقولة الكرة على الجهة اليسرى. استلام من بدر كتارين يلعب لي سيف الدين بوارا. سيف الدين يرفع سيف الدين، والمتابعة. أنا من أحسم المصير في هذه المجموعة، وأنا من سأتأهل كثاني المجموعة خلف نادي أسيك ميموزا. هنا أوغونس ماذا أراد أن يفعل أوغونس؟ يعني المرمى أمامك يا أوغونس. كرة ليحيى جبران يرسل كرة لأوغونس النيجيري، لكن أقرب إليها في منتصف الميدان. تقدم من سيدو ماذا سيفعل؟ سيدو يمرر لسليمان في الجهة اليمنى، عرضية، وبعد ذلك الكرة هنا فيها خطأ. نادي الجيش الملكي 46 نقطة، نادي الرجاء الرياضي 45 نقطة، مع التذكير بأن الجيش لديه مباراتين مؤجلتين. بينما كرة وصلت على الجهة اليسرى لفائدة نادي لاصيك. التسديدة لكن مرت بعيدا عن مرمى الحارس مفتاح. تخرج لما نتكلم عن فارق 15 نقطة على المستوى الثاني الافريقيا. خبرة بركان وحضور بركان. عبد الله حيمود يمرر وحد الدين، بعد ذلك مع يحيى غير المدرب. نتمنى الامور تمضي على نحو جيد للفريق البرتغالي في مباريات خروج الدوري المحلي اللي يتصدر حاليا نادي الراسينغ دابيجان 33 نقطة. بينما هنا كرة لفائدة أسيك، الدخول والتسديد، ولكن بعد ذلك يتابع 90 تصل الكرة في الجهة اليسرى لفائدة أسيك، ومفتاح بعد ذلك تحضر في هذه الجولة الثانية. أوغونس الواضح للأندية العربية في مشاركة الشامبيونز ليج. الكرة الأمامية، التغطية من أمين أبو الفتح. أمين بعد ذلك لا زالت مساندة من فرحان ميموزا. العرضية والمتابعة هنا من طرف واضح للاعبي فريق الوداد الرياضي، وبالتالي إعطاء الفرصة للإفواري للضغط بيد سيف الدين بوارا. يتقدم سيف الدين عنده أوغونس، عنده إسماعيل التسديدة، لكن هنا والأيام كلها تمر على إيقاع الألقاب والإنجازات والانتصارات، لكن في بعض الأحيان
يحصل دروب، تراجع في المستوى، تراجع في النتائج لاسباب متعدده، وهذا ما حصل بالنسبه للوداد. الوداد الان في فتره تراجع، لن اقول فتره ركود ولكن فتره تراجع لاسباب ربما لخوض هذه البطوله العالميه. لا نريد مشاركه من اجل المشاركه في ملاعب قطر في مونديال قطر، بينما هنا خطا. مفتاح يتصدى، مفتاح يتصدى ليتكلم على نخبة الفرق على الصعيد القاري، بينما هنا كرة لفائدة نادي لاسيك. التسديدة مفتاح إلى الركنية، مفتاح هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية التسديدة والمتابعة من مفتاح. نعم مفتاح يتصدى. المادي مفتاح على مدار سنوات، لأنه هذا موسم آخر مع فريق لاسيك. هنا تلعب الركنية، لا زالت صعبة، ومفتاح من جديد صف الميدان. يختفى عبد الله حمود. أوغونس يمر، أوغونس وسيف الدين أبوارا، لكن أقرب إليه أيضا ليمتاز بالضربات الرأسية. تلعب هذه الكرة مرفوعة رأسية، مرت عالية، الكرة مرت عالية، رغم أن اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم على المستوى الذهني. تكلم عن الميل الخلف، استلام من يحيى جبران. هنا التسديد، الكرة بعد ذلك تصل إلى ركنية. نعم لمست أحد اللاعبين، وبالتالي يعني فهموا بأن المسألة الآن باتت مستحيلة. ستلعب الركنية مرفوعة، الكرة الرأسية بعد ذلك لا زالت إيفوارية. تسديدة هكذا إذا سيك ممكن يسجلوا. ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء. هذا السيمور لا تمضي بالصورة الجيدة، وهذا الأمر خلى الوداد يقع في الأخطاء. هذا خطأ جبران، حذرت من بعض تصرفاتك وحذرت من بعض تدخل لم يكن له أي داعي من يحيى جبران. تأجي التعادل يحيى جبران، تنفيذ هو لاعب بوكو أم هو سليمان؟ نعم سليمان من سليمان في المواعيد القادمة بالنسبة للوداد. هنا سليمان ومفتاح يتصدى، سليمان ومفتاح يتمي لك مع الوداد في منافسات ثاني، وبالتالي خطأ. هنا الصورة على الحارس الغائب يوسف المضيع اللي تألق. شوف الإعادة وتحرك في الجيب سليمان. مباشر حكيم يعطي له الاشاره. التسديده من بدر كدارين، والثاني غير معقول يضيع. الثاني كان قالولا من بدر كدارين، والثاني عن طريق يمين، ولكن مرت جانبيه يمين يا ابو الفتح. هذه كره يمين ابو الفتح. التسديده الماضيه باليسرى قويه، لكن علت